هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح نعمل سوا أكلة البرغل بالبندورة مع الخضرة. أكلة نباتية بامتياز، مغذية وطيبة كتير. ولهالوصفة احنا بحاجة ل كوب ونص برغل خشن، 3/4 كوب حمص مسلوق، معلقة كبيرة ربلة فليفلة الحلوة، بصلة كبيرة، كيلو بندورة مستوية، حبتين كوسة صغار، حبة باذنجان صغيرة، تشكيلة من الفلفل الألوان حر أو مش حر مثل ما بتحبوا، أنا رح شكل، ملح، بهار أسود، وزيت زيتون. لحطوا البرغل بمصفية بقلب وعاء وغسلوا كذا مرة وصفيه من المي وخليه على جنب لحد ما استخدمه. باخد بصلة كبيرة وبقشرها وبقطعها على مكعبات صغيرة. ونفس الشي الباذنجان حقطعه لمكعبات صغيرة. والكوسة كمان. باخد الفليفلة الملونة، أنا عندي هون الأخضر حل والباقي حلو، رح أشيل البذر منهم وأقطعهم لمكعبات صغيرة. بطنجرة على النار لحط زيت الزيتون وضيف عليه البصل وقلبهم. ولما يدبل البصل بزيد فوقهم الفليفلة الملونة وبقلبهم مع بعض. ولما يبلش البصل ياخد لون بزيد عليهم الباذنجان والكوسة وبقلبهم. بخفف النار تحتهم وبتركهم ليتبلوا شوي. وبهالوقت بجيب البندورة وبحطها بالفود بروسيسر وبطحنها. وبضيفها فوق الخضرة. بزيد عليها ربلة فلفل الحلوة والملح والفلفل الأسود وبقلبهم مع بعض. ولما يبلشوا يغلوا بغطيهم وبخفف النار تحتهم وبتركهم ليتسبكوا تقريبا 20 دقيقة. ولما يخلص الوقت بضيف عليهم البرغل والحمص المسلوق وبقلبهم مع بعض. ولما يغلوا بغطيهم وبتركهم على نار هادية لمدة 20 دقيقة. ولما يخلص الوقت بفتح الغطا وبقلبهم بشوكة. وهيك بتكون أكلتنا صارت جاهزة. بزينها ببقدونس مفروم وألف صحة وهنا.